يا نهار ابيض النعمه مزقلقه وبينها موت وحمراء زي الزبده تبع شعرك. يا معلم أهلا يا كده بقى نقدر نقول إحنا عملنا 90% من الشغل. الحمد لله. نفك العادة هات لي الكمبيوتر بقى صراحة. هو دوكا لوحده فوق في الحتة اللي لوحده كده. أيوه طبعا النظافة مطلوبة لأن ده حديد وبرادة لازم ننضفه. عايزين نركب بقى الفرام ونشوف الوضع. مش هركب الفحمة الأول؟ لا ده أنا ببص الأول وبعدين ماشي. الفحمة دي أنا هتاخد لها علقة تانية. نشوف القعدة بتاعتنا ونشوف الاحتكاك نشوف كل حاجة. كويس مفيش لطة في المسامير فوق. شد شد يا حبيبي البتاع ده شد اجمد. ده مش مربوط ده اجمد. اطلع كده بقى نعمل سنة معجون ونحطها هنا وهنا برضه على دي؟ على المسام الصواميل دي. سهل بقى انك انت تعملها بره. دي سهل. بره لو هنبقى نضربها بالسلوك لا لا ونشيل الصامول. ده الحل اللي هو النهائي للفحمة للفلام لما دخل على الملف وكسر المسامير. هات الفلام القديم. الفلام القديم عندك اهو. ايوه ده وصل الاحتكاك انه كسر المسامير بتاعت الملف وكان القعدة. فاحنا ربطنا جوايد. انت يا عم جاي دلوقتي ليه بقى؟ الناس خلاها تسمع. اعوذ بالله. حديد قديم وسفنج قديم وكله قديم اهو يا عم. ماشي. يبقى كده احنا عالجنا مشكلة الملف بتاع التقطيم بتاع المسامير. كده احنا دلوقتي ركبنا الملف اهو التاني. هو ملف استعمال برضه ظروفه انما هو احسن من ده كتير. ادي الحادثة وادي النتيجة.